السلام عليكم ورحمة الله. بنبدأ بالتطبيق العملي. الحين بنفتح الماء. شوفوا الحين الحوض يابس. طبعا تلقائيا الحين الماء قبل ما نشغل الدينامو بيدخل داخل، لأن الماء أصلا هذا الماء الرئيسي، هذا بريشر. الحين بفتح هذا اللي يدخل الماء داخل الحوض أو النافورة. الحين اوريدي الماء قام ينزل من النوافير. نفتح المضخة. الحين طبعا هاي المضخة تشفط ماي او تدخل ماي من برا بهالطريقة. طبعا بيبات مخفية تحت هنا تطلع من النافورة. بنشغلها اللي ما يتعبى الماي بهالطريقة. كما شاهدتم الوضعية الأولى دخول الماء طريق هذا الأنبوب داخل النافورة. الحين عندنا الوظيفة الثانية، نشغل النوافير. هذه الوظيفة الثانية. وظيفة المضخة 3 وظائف. أول وظيفة دخول الماء، تعبئة الماء، هاي شرحناها. تشغيل النوافير شرحناها. الحين خروج الماء. شوفوا يا جماعة الخير، هذا خروج الماء بهالطريقة. طبعا أنا يعني بطلت الهوز أساس إنه يعني تكون الصورة واضحة. يعني الحين تشفط الماء من هنا، من هذا المكان. الحين تشفط الماء من هنا، تدفعه إلى الخارج، وشغل النوافير وتدخل الماء من هذا المكان نفس الوقت. تابعوني وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة الخير، هذا المكان هذا بسويه عبارة عن يعني مطبخ تحضيري حق جلوس شتاء. شوفوا المكان الحين كيف، شوفوا ان شاء الله كيف برد به الشولة هنا والاشياء. الحين انا كنسلت التنور اللي كان هنا، لان مشكلة الشير هذا بيحترق من زود الحرارة، يعني تيبس الاوراق تحترق على طول. بستخدم الغاز بدل يعني الضوء. تابعوني وشكرا.